مناسبة، وهذا مهمة. الجماع يحرم في الصوم، سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، وبالذات إذا كان قضاء واجبا أو نذرا أو غير ذلك. لكن الجماع في غير رمضان في الصوم الواجب لا كفارة فيه، الكفارة خاصة برمضان. وانتبهوا، لعلي نبهت في الدرس الماضي، لا أحد يتزوج في شعبان. اليوم جاني سؤال، واحد يقول تزوجت العام في شعبان وأتيت امرأتي في رمضان 4 أيام. قلت يلزمك ماذا يا أخوان؟ يلا يا أخوان، ماذا يلزمه؟ أولا يلزمه التوبة بالندم والاستغفار والعزم على ألا يعود. ثانيا يلزمك قضاء الأيام التي أبطلتها. ثالثا تلزمك الكفارة، لكل يوم كفارة، عليك 4 كفارات. عتق 4، مثل صاحبنا هذا عتق 4 رقاب، ما تستطيع لعدم ثمنها أو لعدم وجودها تصوم عن كل يوم 2 شهر متتابعين. يعني ما تصوم 8 أشهر متتابعة، لا، كل 2 شهر الحال متتابعين. تريد تتابع 8 أشهر، تابع 8 أشهر. ما تستطيع تطعم عن كل مرة 60 مسكينا، يعني قلت له عليك 240 مسكين. وقلت له انصح زملائك لا يتزوجون في شعبان. قال والله في صديقي يبي يعرس في شعبان، وقلت له لا تصوم 3 تصير مثلي. ترى فعلا لما ناجي الرسول متى بنى بعائشة؟ ترى في شوال. وعائشة كانت تزف بنات أخوها عبد الرحمن، لأن كانت هي وليتهم، وأخوها عبد الرحمن توفي وصارت ولية لبنات أخوها عبد الرحمن، وكانت تعرسهم في شوال. وهذاك اللي قفل عليه أبوه الباب يقول الله نفعني بأبوي، عرس في شعبان، ويوم جه في رمضان كل يوم إذا صليت الفجر دخلني المجلس وقفل علي ولا يفتح لي لوقت الصلوات. تفضل يا شيخ. أنا إحنا قد نضحك، لكن اسمحوا لي، ما نسمع من أسئلة الناس تعجب وتتألم حينما دارسين مثقفين ومع ذلك يجهلون مثل هذه الأحكام. وهذاك الأعرابي اللي يجي للرسول يقول يمعط شعره، يا رسول الله هلكت وأهلكت، عارف الحكم لكنه لعبت عينه. لكن الحكي إذا كان ما يعرف الحكم، هل يعذر أحد عندنا بالذات في السعودية دارس في مدارس الحكومة يعذر بالجهل؟ يا جماعة الخير، هل يعذر أحد منا يحضر خطب الجمعة ولا الدروس يعذر بالجهل؟ لكن عاد هذه وظيفة من؟ وظيفة الأساتذة، وظيفة الأم أن تعلم بنتها، الأب يعلم ولده. هذه أحكام شرعية لا بد نعرفها. نعم يا شيخ.